اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب. أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. المدارس back to school، يعني العودة للمدارس. رايحة فين يا حاجة؟ يا أم لطيفة، رايحة أشوف الأسعار يا بنات عشان أطلب من الحاج صاحب البيت ميزانية وقدرها عشان المدرسة، عشان نجيب حاجات المدرسة، يعني الله المستعان. والشيء بالشيء يذكر يعني. لو لو انت اللي كنت مثلا بتشتري، يعني انت اللي بتجيبي الحاجة زي حالاتي، بس مش بتدفعي الفلوس أو بتدفعي شوية يعني، الله المستعان. ما تقوليش أسعار أو ما تقوليش أنا عايزة كذا إلا لما تبقي عارفة الأسعار قدامك إيه، لأن الأسعار دلوقتي متغيرة كل شوية، كل يوم بسعر. فأنت ما تقوليش عايزة مثلا 50 وأنت تبقى هتحتاجي 100. روحي الأول شوفي الأسعار قدامك إيه، وتعالي زي حالاتي، اعملي زي حالاتي كده، قولي له مثلا لو أنت شفت الأسعار ومحتاجة 50 جنيه، قولي أنا عايزة 150. هي هتفضل تصفصف، هتوصلي برضو لل50. الله المستعان. فطبعا رحت يا بنات كده، خدت نفسي ورايحة بدري. ليه يا حاجة رايحة؟ هو مش بدري قوي بس ايه، لحقا بالترند اللي البنات طالعة فيه، بسم الله ما شاء الله. والله شفت يعني شفت حاجتين، شفت اتجاهين: ناس بتشتري وتوري بسم الله ما شاء الله، وناس بتولول وتصوت ان المدارس داخلة وان المصاريف ومش عارفة ايه. وانا هتكلم للاتنين دلوقتي، الله المستعان. الأسعار طبعا يا بنات والله فوق وتحت ووسط يعني، الله المستعان. اللي انت عايزاها موجودة، عايزة حاجة عالية خالص موجودة، عايزة حاجة وسط خالص فيه، عايزة من يعني تمشي الحال موجودة، الله المستعان. فطبعا رحنا شفنا أسعار الشنط طبعا، اللي هي الحاجات الأساسية. وانت قبل ما تروحي لأي حتة أو أي حاجة، اكتبي انت عايزة ايه الضروري الأول. أول حاجة الملحة هي اللي تكتبيها، يعني ما تمشيش من غير ما تبقي كاتبة في ورقة انت عايزة محتاجة ايه، ولادك محتاجين ضروري ضروري ايه، وممكن يقضوا بايه لو مش هتقدري تجيبي الحاجة اللي مش هتقدري تجيبيها، او حاساها ان هي ايه مثلا موجودة مثلا السنة اللي فاتت او حاجة، خليها في اخر الليستة. تمام. وبصينا بص على الزي. طبعا أنا المحل ده كان منزل عروض كبيرة يا بنات، فعشان كده كان فيه زحمة كتيرة خالص. هو ما كانش فيه زي بمعنى زي، بس كان فيه ممكن تلاقي مثلا بنطلونات معينة، حاجات كده. ده شتوي يعني، دي شتوي، والناس سبحان الله واحنا لسه في عز الحر، فالله المستعان. طيب في الأيام دي زي في الأيام دي من السنة اللي فاتت زي الوقت ده يعني كده، كنت والله في ضيق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وانا ليه بقول كده وفاكره ليه؟ لان انا بكتب يا بنات كل حاجه بتمر بيا، يعني يمكن اللي عارفني في حياتي في حياتي العاديه يعني وسط الناس، يعني من صحابي، انا عندي 3 اجندات، ماشيه ب3 اجندات. اجنده للولاد، دي عامله نفسي فيها مدرسه، وكأن عندي أولاد، يعني عندي طلاب بدرسهم. عندي سنة أولى مثلا، سنة 5، سنة 4، أولى إعدادي، وهكذا. فدي في أجندة، هدي إيه لده وهدي إيه لده وهدي إيه لده، كأني مدرسة بالظبط. وكأني بشتغل معاهم يعني مش مامتهم، لأني أنا اللي بدي ولادي الدرس. طيب، دي أجندة. الأجندة التانية لإيه؟ الأجندة التانية للمرتب والالتزامات والديون والأقساط وما شابه ذلك يعني. وكل جنيه ب... وكل جنيه بأصرفه بكتبه، لازم كل جنيه بصرفه في ايه وعملت ايه واشتريت ايه بكتبه. دي بتقل نفقاتي كتير جدا. والأجندة التالتة يا بنات دي للقناة، هقول ايه واتكلم عن ايه، والله المستعان يعني. وفي كل ال3 أجندات دي فيها جزء من ورا بكتب فيه المواقف اللي بتحصل لي. يعني فرضا معايا أجندة الولاد وحصل لي موقف معين، بروح أسجله على جنب في آخر الأجندة كده،
عشان أبقى الدرس ده ما عداش عليا وخلاص. فأنا بسجل يا بنات أي حاجة بتمر عليا بسجلها. في الأيام دي من السنة اللي فاتت كنت في ضيق لا يعلم به إلا الله. أنا أولا زوجي خاص يعني شغله خاص، فما يعني في الفترة دي كانت الأمور مش أحسن حاجة، وأنا طبعا يعني عندي التزاماتي ما أقدرش إن هو أوفر شيء مثلا على أساس أسد مصاريف مدارس أو كده. وأنا مش، بصي، ما تفرديش صدرك قوي، يعني لو كنت موظفة زي حالاتي يعني ما تشيليش الشيلة، ما تشيليش الشيلة لوحدك يعني. الله المستعان. فأنا إيه يا بنات، سجلت إني الأيام دي كانت صعبة عندي ليه وليه، عشان سبب كذا وكذا وكذا وكذا. طيب التسجيل ده وخلاص؟ لا طبعا. من السنة اللي فاتت يا بنات وأنا بدأت أركن كل فترة جزء ولو بسيط من أي مبلغ داخلي عشان المدرسة. شفتي يعني إن شاء الله 10 جنيه، ومسمياها كده دي حصلت المدرسة، عشان معرضش ولادي ولا أنا أتحط في ضغط عصبي ونفسي زي اللي كنت فيه إيه السنة اللي فاتت. فحتى لو شريكي اللي معايا اللي بيدفع مصاريف معايا مثلا كان عنده ظروف ما أو ما قدرش يوفر الفلوس لسبب ما، أنا بفضل الله معايا وهقدر أوفر احتياجات أبنائي بفضل الله. بس أنا مش قايلة ومش هقول، هو محدش بيجبرنا ان احنا بنقول ونعرض نفسنا الكلام وانت معاكي وانت راكنه خلاص طب شيلي. لا، انت ما تقوليش، مش لازم لا اله الا الله ولا الولاد يعرفوا ولا اي حد يعرف، دي حاجه بيني وبين نفسي، ده موقف انا مريت بيه مش عايزه امر بيه تاني. فلذلك اخدت احتياطاتي ووفرتها من حاجاتي الرئيسيه والاساسيه، وفرتها بصعوبه يعني مش ان انا وفرتها برضو بسهوله، لا، وفرتها بصعوبه في حاجه تعبت فيها فما اقولش، يعني اركنها على جنب وما اقولش. بفضل الله بإذن الله معايا ما يكفي أولادي بفضل الله، والحمد لله باباهم هيديني بإذن الله. وأنا جبت أساسا غير هو ما يقول، أنا جبت حاجات أنا شايفة كانت قدامي فرصة كويسة ومعايا الفلوس فجبت، على أساس برضو أخفف الضغط عن نفسي. فيا حبيبة قلبي، يلي بتمر بظروف زي اللي أنا كنت بمر بيها كله هيعدي، كله هيعدي، فهوني على نفسك. والمهم ان احنا نفكر في الموقف، مش المهم ان احنا نحط نفسنا في ضغط وخلاص. يعني حسن التصرف من حسن التخلص. خلصت الموقف ازاي هي دي اللي هتحسب لك، اما انت في النص كنت عاملة ازاي وفي ضيقة ازاي وكده، ده كل ده شيء مفروغ منه. ف يعني هوني على نفسك ورفقا رفقا بنفسك، ما تجلديش ذاتك، هي الظروف على الكل مش عليك انت بس يا حبيبتي. فيعني أنا معايا ما شاء الله أولادي عدد، فكان يعني طبيعي هاتعرّض لكن ممكن أنتِ تكوني يعني أحسن منّي حالًا شوية، يعني ممكن العدد بتاع أولادِك قليل برضه، مع إني خلّي بالِك هي مصاريف ولد زي مصاريف 10، يعني سبحان الله ربنا بيدّي الرزق على قد اللي هو اللي أنتِ مكفّلة بيهم في رقبتِك يعني. فرفقًا بنفسِك، وما تبصيش للقنوات يا حبيبتي، ما تبصيش للقنوات، البنات دول ربنا يساعدهم دول بيشتغلوا، فلازم برضه بيقدموا حاجة ويجيبوا حاجة تكون مثلًا كويسة، تكون غالية، تكون كده. من دلوقتي بيفكروا في سندوتشات المدارس، الله المستعان، مع إن الجبنة ما قصّرتش. فيا حبيباتي مش كل اللي نشوفه في الكاميرا نصدقه، ده ممكن عشان أصور لِك موقف معين كده باحذف الكادر كله متبان منه إلا النقطة دي، وهي شغل، هي عايزة تواكب القنوات وتقدّم حاجة وتفرّح ولادها ومعاها، وربنا يزيدها ويزيدنا يا رب ويدّي يا رب يفرّح ولادنا كلّهم وما يكسرنا أبدًا أمام أبنائنا، ولا يكسر أب أمام أولاده أبدًا، ولا أم أمام أبنائها ومتطلباتهم يا رب. فهوّني على نفسِك ومش كل اللي تشوفيها تصدّقيها. يعني عاوزة أقول لِك إيه، وممكن اللي هي عاملة القناة دي وجابت الشنطة الغالية دي وصوّرتها خدتها من المحل كده، كنت أقدر أشيل لِك شنطة كده من الغالي وأقول لِك أنا جِبت دي وأحطِّك في ضغط نفسي لو أنتِ مش راضية بوضعِك. لكن لا، أنا زيكم، جِبت الحاجة اللي في المتناول اللي هتقضّي السنة مع الولاد، وفيه ولاد من ولادي بيحافظوا على الحاجة فجِبت لهم الحاجة القيّمة لإنهم يستاهلوا، وفيه ولاد من ولادي بتقطّع الحاجات عادي، ويعني بتحب تغيّر.
فعشان هما بيحبوا يغيروا فجبت لهم برضو حاجة كويسة، بس أنا عارفاها مش هتتحملهم، بس عشان أنا عارفاهم هم هيزهقوا وهيغيروا. فأنتي شوفي اللي أولادك محتاجين إيه وما تبصيش لغيرك. القنوات دي بتقدم عشان دي بتشتغل، الناس دي بتشتغل، دي القنوات اللي بتقدم حاجات. طب في قنوات بتولول وأنا بحت عشان ابني أجيب له كتب وعشان مش عارفة إيه ودي إيه. أنتي لا تمثلي إلا نفسك. الستات المصريات جدعان جدا جدا جدا، مش بنطلب من حد أي شيء، إحنا بنتشقلب في حال نفسينا كده ونوفر القرش من قرش ونجيب حاجة ولادنا. مش بنطلب من حد نهائي، ولا مثلا إن إحنا بنقول. أنا بالعكس يعني موضوع الكتب الخارجية وكده، أنا كأم يعني أيوة أزمة، وأنا اشتريت لأولاد منهم كتب، وأولاد مش هقدر أشتري كتب، بس هتصرف. أنا بنزل الكتاب على التليفون، وأنا بطلع منه الدروس اللي هاخدها، الورقات اللي أنا عايزاهم محتاجاهم، وبصورهم وبشرحهم للولد. بوفر كده فلوس في الكتاب، والولد أنا عارفاه هيذاكر حاجة معينة ومجهوده معين، ففاهمة اللي قدامي، فما بضغطش نفسي. لكن إنك مثلا أنا بحت معرفش إيه عشان أجيب كتاب ليه، والولد بيقول لي عايز وعايز، والمدرسة اللي انت كلمتها بتقول له عادي إن هو يحضر بأي حاجة وكده مؤقتا لما ربنا يفرجها، وابنك مش مقدر، ده عيبك انت اللي من البداية ما شايلتش الولاد معاك المسؤولية، وما شايلتش ان يا ولاد الدنيا صعبة واني ووزعتي مجهودك على اللي حواليك مش على أسرتك بس. فأنت لا تمثلي إلا نفسك. شوفوا يا بنات، ارجعوا كده بالمواقف اللي مرت عليكم، شوفوا عدى علينا كم موقف. عيد داخل علينا، عيد مثلا، أو ممكن يكون دخل علينا رمضان ومدارس وفرح، عندنا مناسبة يعني وكده، واحنا مثلا بنجيب مثلا ساعة المناسبة بنجيب للولاد أي حاجة برضه. ومع ذلك دبرنا أمورنا، ودي مشيت من دي واتقضت ومشيت، لكن ما طلبناش يعني ما طلعناش على انت عندك حاجة هتقدمي فيها محتوى، ما توضحيش صورة مثلا مصريين ان احنا لا، ان الدنيا عند الله بالعكس، والله موجودة عندنا كل حاجة، موجودة الرخيصة اللي اقدر اجيبها لابني ويمشي بيها، وموجودة الغالية لو انا معايا فلوس من الغالي وابني برضه هيمشي بيها. وعندنا ناس مثلا لو رحت المحل معين ويعني وعليكي من الصدق ما يجعل اللي قدامك يصدقك، وخدت اللي خدتيه، والله المحلات ما هتقول لك حاجة، أصحاب المحلات ما هيقولوا لك حاجة، في ناس كتيرة جدا جدا ولاد حلال والله العظيم. بس ما بنطلعش في قنواتنا أو في الحاجة اللي أنا هقدم فيها محتوى أقول جاي وما جاياش وكلام يعني مش لازم يتقال أساسا. انتي اتحطيتي في موقف، دبري نفسك، دبري نفسك بنفسك، طلعي محتوى، قدمي محتوى هتجيك مشاهدات وهتجيكي ناس وهيدعموك. ده اللي حابة أقوله. لكن ما تولوليش وتصوتيش وتبيني إن الدنيا لا، إحنا بنقضيها دي من دي، والبنات اللي معايا إن شاء الله هيكونوا مروا بمواقف كتيرة ودبروا أمورهم، ودي عدت من دي والدنيا الحمد لله. ده اللي حابة أقوله في النقطة دي يا بنات. مش كل ما يعرض على التليفون أو الشاشات تصدقوه، مش كل حاجة تصدقيها. انتي شوفي ظروفك هتقدري تجيبي ايه ومش هتقدري تجيبي ايه، وحاولي تمشي نفسك بالموجود. واولادك من البداية طلعيهم على الرضا وعلى القناعة وعلى ان هم يشيلوا المسؤولية معاكي. وده بايه؟ ده بالتدريب منذ الصغر، وبالدعاء. بالدعاء اسألي ربنا انه لا يحزنك في ابنائك، لا في تربيتهم ولا في تعليمهم ولا في دينهم. مش إنه ربنا يدينا مثلا ولد يتعبنا نفسيا، بالعكس والله في أبناء من أبناء الحمد لله فضل من الله ومنا. يا ماما لا أنا عندي ده ما تجيبهوش، طب أنا هو ليه وأنا بلبسه في المدرسة بس يا ماما ما تجيبهوش، وأنا لو توفر معايا هجيب له، ما توفرش خلاص الحمد لله اللي هو موجود. فدي مش أزمة خالص. ملخص كلام يا بنات إن ربنا بيدي الحمل على قد اللي يشيل. اسأل الله السداد والمعونة وهيساعدك بإذن الله. ويا كل من غلب عليه الفقر، خلينا نقول والحاجة، ويا من تطلب الغنى، اطلبوا الغنى يا أولاد من الله، اطلبوا الغنى. عليك بهذا الدعاء: اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وعليكم بالصلاة على النبي فإنها مفرجة الهموم، وعليكم بالاستغفار.
فسبحان الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم نسألك يا ربي الرزق الواسع الحلال يا رب. اللهم نسألك غنى فإن الفقر لا يليق بنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد يا رب. واللي بتسألني يا بنات إن أنا إزاي بذاكر للولاد، يعني مبدئيا عايزة أقول لك حاجة يا حبيبتي. في مقولة بتقول تقريبا يعني كيف أتعلم منك وأنا لا أحبك. فابنوا علاقة طيبة مع أبنائك، مش مستوى تعليمهم، مش مستوى ابني في التعليم هو اللي هيحدد علاقتي بيه. يعني ابني ضعيف هكرهه، أو ابني عنده صعوبة ما في مادة ما أنا هكرهه وأعقده أزيد ما هو متعقد من المادة دي. لا يا حبيبتي، هوني على نفسك. قللي سطح توقعاتك شوية. ما تكرهيش العيال في الدراسة أزيد ما هم كارهينها أساسا. بس فأنا يا حبايبي بستعين بالله، الاستعانة بالله في كل شيء إن شاء الله يعني الصحابة كانوا يستعينوا بالله في عزك الله نعالهم، في لبس النعل، في لبس الحذاء. فنحن نستعين بالله، الاستعانة بالله والدعاء، ثم تنظيم الوقت. يعني أهم شيء تنظيم الوقت يا حبيباتي. الله المستعان. أنا بستعين ببرنامج اسمه سناب تيوب. سناب تيوب هحط دلوقتي الصورة. البرنامج ده يا حبيبتي بنزل عليه الفيديو اللي أنا هشرحه للولد. الفيديو ده ممكن يقعد معايا بقى فترة، طول ما أنا حتى ما فيش نت ولا حاجة بنزله على التليفون ويقعد معايا الدرس فترة معينة. أقسم الدرس على مثلا، لو هو الدرس 40 دقيقة بقسمه مثلا على حصتين، تلت ساعة في تلت ساعة، قليل بقليل يعني. وبالمتابعة مع الولد بدي أنا المفيد، الحاجة اللي هو المفروض يوصلها، والولد يستعين بنفسه في الباقي. يعني إذا كان هو سنه كبير مثلا زي المرحلة الإعدادية أو مثلا 6. بالنسبة للتأسيس فأنا يعني الحمد لله التأسيس طبعا دي حاجة سهلة، مش إن هو أيوة هي حاجة عايزة متابعة ومداومة على طول، ولكن مش إن هي مثلا تدفعني إني أديله مثلا درس بره أو إني أجيب حد خاص في البيت بمبلغ وقدره. فأنا بستعين بالله يا حبايبي وتنظيم الوقت. وأكتب أنت خلي لكل ابن من أبنائك ده مثلا عنده مادة كذا وكذا وكذا. هتتذاكر ازاي بقى؟ أول حاجة يا حبايبي التحضير. إن أنت بتحضري المادة ازاي، هتدي الولد وأنت مش محضرة مش عارفة هتقولي ايه. حتى قراءة سريعة كده. ولو معاكي إعدادية هتقدري برضو تنجزي مع أبنائك لحد إعدادية. يعني مش صعب، لأن اليوتيوب ما شاء الله عامر زاخر بناس أفاضل. نسأل الله أن يعني يبارك في علمهم وفي أولادهم وفي رزقهم يا رب. يعني ناس فعلا والله العظيم قمة يعني أنا إزاي ده هجيبه البيت يدي ابني يعني. حاجة روعة، حاجة قيمة، بسم الله ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك في كل من يقدم علم نافع يا رب، وبيساعد الأسر دي. يعني ربنا يا رب. ويا بنات لما تلاقوا مثلا مدرس بيدي وكده ادعموه بصراحة، يعني ادعموه عشان يستمر. يعني الله المستعان. فدي نقطة. يعني انت شوفي ابنك عايز مثلا ضعيف في مادة ايه وركزي عليها زيادة. يعني دي مش بدل ما تبقى حصتين في الأسبوع هتبقى 3 حصص في الأسبوع. وحاولي مثلا ايه تلت ساعة بتلت ساعة، مش كتير. وتحاولي مع الابن بالكلام وبالحوار وبالفهم، ويغلط ويعاود يصلح. احنا بنتعلم من أخطائنا، ولكن هي الموضوع عاوز متابعة واستمرارية. يعني مش ان مثلا انا ابدأ معاهم شوية وانقطع. يعني هي دي الانقطاع ده هو اللي بيسبب انك انت تحسي انك ما انجزتيش مع الولاد. ولحد هنا يا بنات ربنا يا ربي يجازيكم خير على يعني على تعليقاتكم الجميلة. ربنا يبارك فيكم يا رب. وأتمنى برضو إن الفيديو ده ينال برضو إن شاء الله خير، يلاقي خير بإذن الله. وأتمنى إنكم ترفعوا الفيديو باللايك والشير، ودعوة حلوة ولكم بالمثل، وأن يوفق يا رب أبنائنا. ربنا يوفق أبنائنا يا رب لما يحب ويرضى. يا بنات سبحان الله أنا كنت متفوقة جدا ومن الأوائل، وكان تعييني يعني في الكلية يعني ما كلمة بني آدم هي اللي منعت تعييني أنا وزميل وكذا زميلة ليا يعني، أو
الأوائل يعني اللي هم اتمنعوا لأ الكلية مش عايزة، طيب والأوائل اللي تعبوا وطلعوا لأ ما هم لهمش واسطة. ما تضغطيش ابنك، ما تعرفيش بكرة وبعده هيحصل ايه. أهم حاجة سلامة الولاد النفسية، دي عندي نفسيتهم بالدنيا، إن يطلع ولد سوي آه، نفسيا وعنده مثلا شغله الخاص، ولا يطلع لي عالم ذرة ومعقد نفسيا ويركبوا الأمراض، ويركبني برضو الأمراض. فهونوا على أنفسكم وبصوا للتعليم من نظرة تانية. حببي الولد في التعليم، في التعلم، في القراءة، في إنه يفهم، في إنه يواكب اللي حواليه، لكن مجبروش إنك لازم تطلع لي دكتور ولا لازم تطلع لي مهندس أبدا. الحاجة اللي هما بيحبوا